بداية يمكن نبدأ بالضيوف هذه المباراة. حميد سالمين الكابتن ومدير فريق نادي الفجيرة. كابتن رحب فيك عبر هذا اللقاء. يمكن مباراة صعبة على الفريقين، اتفق الجميع على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول أحب أمسي عليك وأمسي على المجموعة اللي قاعدة في الاستوديو. بالطبع مباراة فعلا إنها مباراة قوية جدا. تعرف فريقين يتنافسون نفس النقاط، نفس يعني قريبين في الأهداف، قريبين في كل شيء. فاللي يفوز اليوم بيكون يعني بياخذ يعني نقلة معنوية يعني كبيرة في الدوري. يمكن حميد كابتن، يمكن اليوم نشوف احنا فريق الفجيره نوعا ما تحسن بعد قدوم مدرب جديد، بعد استقطاب لاعبين يمكن ابناء النادي. معظم الفريق احتجتوا لوقت حتى الانسجام، وكان هذا خلال المباريات السابقه، خاصه ان حققتوا نتائج ايجابيه. والله مثل ما انت عارف نادي الفجيرة سابقا ما كان يعني عنده لعيبه عندهم خبره، اما حاليا عندنا لعيبه عندهم خبره، لعيبه لعبوا في دوري المحترفين حوالي 5 أو 6 لعيبه. فالفريق الحين يعني في عناصر خبره وفي عناصر شباب. ابرز الغيابات والحضور اليوم بالنسبه للمدرب جمال الحاج؟ والله غيابات الحمد لله ما في غيابات. الحضور بالطبع على راسهم حسن معتوق، باترك ولويس. يمكن سؤال اخير، الديربي قبل كابتن، انت اللاعب السابق في نادي الفجيره، الديربي تغير، الديربي اتحاد كلبه والفجيره من حيث الجمهور، من حيث الاداء، من حيث حتى النديه، حتى يمكن الاستعداد يكون قبل اسبوع يكون بطريقه او باخرى من اخذ وجذب. الديربي سابقا كان تلعب عشان فانيلتك، تلعب بالدم، تلعب بروح. حاليا الديربي اصبح الاحتراف، اصبح الماده هي كل شيء في الاحتراف. شكرا كابتن حميد، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله المباراه. الله يسلمك، مشكور. كان اذا زميلي خالد، هذا كان الطرف الضيف في المباراه، حميد سالمين مدرب او اداري مشرف فريق نادي الفجيره. اما الطرف الاخر فعيسى مطر، ايضا اللاعب السابق لمنتخب الامارات وصفوف نادي اتحاد كلبه. كابتن عيسى، مسي عليك. مباراه صعبه ما تحتمل يمكن الخساره ولا تحتمل حتى التعادل. بسم الله الرحمن الرحيم. مسي عليك اخوي وعلى الاخوان في الاستديو. مثل ما تفضلت، المباراه ما تحتمل القسم على 2، وان شاء الله نتمنى ان توفق المباراه ونفوز فيها ان شاء الله. ابرز الغيابات يمكن وابرز الحضور، خاصه اليوم اللاعب اللي الاسباني يمكن المباراه الماضيه ما قدم المستوى وكان المباراه، لكن اكيد في تعقدوا عليه امال اليوم ممكن يخلص لكم المباراه، ممكن يكون في الفورمه، وهذا اجباري انه يكون في الفورمه، خاصه في مباراه الفريق اللي يناصفكم بالوصافه. بخصوص الغيابات الحمد لله ما عندنا غير اللهم المنصوري والمتعور، وان شاء الله على الاسبوع الجاي يمكن نرجع. بخصوص الاسباني تعرف انت هاي ثاني مباراه يلعب، ولاعب توه وياي، وتعرف يبغى فتره لما يتعود على اللعيبه على الاجواء هني، بس هو مجتهد ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. سؤالي الاخير قبل ما تدخل غرفه الملابس، كابتن حميد، يمكن توافق الراي ان الديربي ليس كما كان سابقا، يمكن النديه، الاثاره، المتعه؟ انا ويا كابتن حميد 100%. قبل الديربي هني عندنا قبل باسبوع تحصل جماهير برا الناس، شو بقول لك، هي يجهزون اعمارهم حق الدوري. وحتى قبل المباراه نحن قبل يومين بساعتين او 3 الاستاد فل يكون. الحين عادي، مباراه عاديه يعني، مباراه عاديه. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في المباراه اللي نتمنى تكون لها حاضره فيها الاثاره. ان شاء الله ان شاء الله. مشكور عيسى، شكرا. اذا هكذا كان نرصد ردود افعال لاعبين المباراه. احمد، ما اعرف نبارك لكم ولا نقول لكم هاردك على المباراه، خاصه اتوقع مبروك لكم، تعادلتوا في ملعب الخصم اللي يواسيكم او يساويكم بالنقاط. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نقول الحمد لله على كل حال. يمكن هي المباراه اليوم كانت شويه صعبه على الفريقين، كون الفريقين نفس النقاط. كنا نسعى نطمح هني نحاول ناخذ 3 نقاط، لكن الحمد لله يمكن احنا شفت بدايه الشوط يمكن تقدمنا، عادلون بدايه الشوط الثاني. اعتقد المباراه كانت متكافئه بين الطرفين وترضي الطرفين، رغم ان احنا كنا نسعى للفوز وهم نفس الوقت ملعبهم كانوا يسعون للفوز، لكن الحمد لله على كل حال. احمد، يمكن اخالفك الراي في نقطه، يمكن كنتوا اقرب للتسجيل، خاصه الهجمات اللي اتيحت لكم ما اتيحت لفريق الخصم نادي اتحاد كلبه. يمكن احنا الانفراد، مثل ما تقول الفرص اللي جاتنا يمكن شبه انفراد تام على حارس المرمى، لكن في فرص جاتهم بعد كذلك هم، بس يمكن تقول يمكن الفرص اللي احنا مثل ما قلت انفراد مثل ما تقول تام، لكن هذه الكره الحمد لله على كل حال. اتوقع البطاقه الثانيه حائره بين الفريقين الى نهايه الموسم بنفس الطريقه، كل يسعى ويخلص اموره لوحده بدون مساعده الاخرين. والله مثل ما قلت انت، بس اعتقد يمكن 3 أو 4 فرق بتكون منافسه. لكم التوفيق ان شاء الله. جزاك شكرا. اذا هكذا كان احمد معضد لاعب نادي الفجيره. محمد عبد الله اذا من الطرف الكلباوي كابتن فريق نادي الكلبه. محمد، يمكن هارد لك على النتيجه بقدر ما كنتم تحتاجوا لفوز اكثر من نادي الفجيره، خاصه ان المباراه كونها على ملعبكم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا شيء اكيد. اقول الحمد لله على كل حال. جود جيم لفريق الفجيره وجود جيم لفريق فريقنا. بس بالعكس نحن كنا فعلا داشين المباراه، واشوف الشباب يعني خاصه هالاسبوع متحمسين صراحه، يعني عندهم عزيمه بثلاث نقاط وخاصه في ملعبنا. بس الحمد لله كانت مباراة حلوة. أهم شيء أن الطرفين كانت يعني صدق قالوا ديربي، فعلا كانت مباراة حلوة والجمهور بالعكس كلهم راضيين أشوفهم بالحالة يعني. محمد، الأحلى تألق في هجمات كانت تخلص المباراة فيها، خاصة الهجمة الأخيرة اللي كانت لفريق الفجيرة انفراد صريح تام، شليت كورتين ممكن كان يرجحون كفتكم، فعلا كنتوا ند قوي. لكن السؤال محمد، شو اللي يحتاج نادي اتحاد كلبة عشان يلعب بالطريقة؟ الشوط الثاني كان جدا ممتع، جدا ممتازة جدا، وصولكم للمرمى كان أكثر. والله بالعكس بخصوص التألق بالعكس توفيق من الله وبعدين بالعكس انا اشوف المدافعين اللي وياي خط الدفاع فعلا مرتاح لهم يعني. وبخصوص ما شاء الله كابتن ايمن رمادي يعرف كيف يغير وكيف، والحمد لله حتى الشوط الثاني يمكن فريقنا كان اجدر للوصول للمرمى وكنا بنفوز يعني في المباراه، بس الحمد لله على كل حال. اتمنى لكم التوفيق يا كابتن. ان شاء الله باذن الله جميعا. شكرا. اذا ايضا اللاعب محمد عبد الله ايضا في هذه الاثناء ينضم المدرب المصري ايمن الرمادي. كابتن ايمن، يمكن كثير من الناس ما يعرفون ظروف كابتن ايمن الصبح، انا عرفتها بين الشوطين. يمكن اخت كابتن ايمن الرمادي يمكن اليوم اصيبت بوعكه صحيه شديده، يمكن اثرت عليكم، خاصه تلقيت اتصال الساعه 8 الصبح، يمكن كل امور، خاصه ان المباراه كانت صعبه عليكم. الحمد لله، اعتقد ان الامور طيبه والحمد لله رب العالمين. طبعا كانت عمليه قاسيه جدا على النفس، لكن ندعي ربنا ان هو يشفيها ويعافيها ان شاء الله باذن الله. كابتن ايمن، مجريات الشوط الثاني عكست مجريات الشوط الاول. الشوط الثاني اتحاد كلبه تحرر، اتحاد كلبه سجل، وصل المرمى اكثر، سجل، قدر يصنع فرص اكثر، اذا توافقني الراي. لا صحيح، احنا تقريبا كان امتلاكنا اكثر، ويعني فرصنا كانت اكثر كتير. يمكن هم لهم فرصه صريحه بس اللي هي حصل فيها الخطا اللي فيها انفراد محمد عبد الله، لكن فرصنا كانت اكتر. لكن انا اعتقد مش قادر اجزم لان انا كنت في الملعب ان الهدف اللي احنا جبناه ما اعتقد انه يمكن ما يكونش تسلل، يمكن، لكن طبعا الحكم هو اللي شايف. لكن احساس ان اللي صوب كان سابق خالد اللي هو احرز الهدف، فاعتقد ان احنا متهيألي لينا هدف حرمنا منه. اعتقد ممكن اكون شفتها صح وممكن تكون العمليه الحكم هو اللي مظبوط، لكن على اي حال انا بحترم الكابتن عبد الواحد جدا، عمل جيم كويس، والحقيقه بهني الفرقتين، عملوا مباراه جيده كان فيها نديه متناهيه، والحمد لله التعادل يعتبر كده في المواجهات المباشره يعتبر مش لصالحنا، لكن افضل من ان احنا كنا نطلع متاخرين ان شاء الله. كابتن ايمن، يمكن الشوط الثاني عملت تغيير، اضفت مهاجم ثاني، كابتن ما كان بالامكان انك تبدا المباراه كونها على ارضك وبين جمهورك تبدا فيها والله كلامك مظبوط، لكن انا عندي مشكله بس صغيره، ان احنا في وقت من الاوقات فضلنا نلعب بسترايكر وسكند سترايكر. يمكن ما كناش، لو كنت هبدا باثنين سترايكر يمكن كنت هستغنى عن احد المحترفين. فاعتقد ان هي مع مجريات المباراه، خصوصا ان سعيد من الشباب الواعد المتميز، وخصوصا لما بينزل دايما بيعمل لنا فارق. فاعتقد ان كان يعني احنا اخترنا الاستراتيجيه يمكن الاحسن، لان لو بدانا باثنين رؤوس حربه ما كناش نقدر بعد كده نعمل ااضافه، لكن في حاله تاخرنا قدرنا نعمل اضافه. السؤال الاخير فنيا، يمكن هذا السؤال يساعد الاخوه موجودين في استديو التحليل، كابتن حمدون، هل وجود اللاعب الاسباني اليوم يلعب بحريه اكثر؟ شفناه باليمين، شفناه باليسار، يتقدم، يساند الهجوم ويرجع يستلم كره. كابتن، يمكن تعليماته كانت واضحه لانه يلعب بحريه اكثر. لا، هو الحقيقه المركز بتاعه بيحتم عليه ان هو يكون متحرر، وخصوصا هو خالد علي، والمفروض انه كمان ماركو، لكن هو يمكن كان اكتر تحرر، وخالد كان كمان متحرر. خالد كان بيلعب بدون مركزيه، خالد اللي هو كان بيلعب ناحيه الشمال كان بيدخل لجوه كتير. الحقيقه كان عندنا تحرر، لكن اللي انا بهمس في اذان فرقتي، كنا طبعا فريق الفجيره فريق كبير ومحترم، بس احنا
كانوا عاطين له حجم اكبر بكتير من المفروض يتباروا فيه، يعني شويه وخصوصا الشوط الاولاني كان فيه ربكه شويه. كنا المفروض نلعب كره عاديه، كره سهله. طبعا فريق الفجيره بحترمه وفريق كبير ومحترم، لكن يمكن ضخمنا احنا الامور، او اللعيبه داخل الملعب ضخمت الامور اكتر. كابتن بحكم ان الفريق هذا يعتبر ان هذا فريق ديربي ومباراه ديربي ويحتاجين نوعيه نفسيه. موقع الجدول كمان، لان احنا تنافسنا معاه، يعني احنا دلوقتي نعتبر في المواجهات المباشره احنا الاكسب، وخصوصا ان انت اتاخرت بهدف في الوقت اللي انت ممتلك فيه. لكن انا بحمد ربنا وبشكر فضله. الفريق فريق محترم، عندنا بعض السلبيات لازم نعالجها الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله الامور تستقر ان شاء الله. بالتوفيق وشكرا. الله يبارك فيك. سلام للكابتن حمدون. شكرا كابتن. اذا السلام يصل الى حمدون. هناك في ايضا كلمه